بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما المقصود بان السلفيه ليست جماعه في ظل اننا نرى السلفيين جماعه، والدليل على ذلك العمل الجماعي، شريط العمل الجماعي للشيخ المقدم والشيخ ياسر. الذي يقول السلفيه ليست جماعه يعني انها منهج، ليست كالجماعات الموجوده التي من لم يدخل تحت قيادتها لا يكون منها. يعني مش هنقول اي واحد ما رجعش للشيوخ هيبقى مش سلفي. السلفيه منهج واعتقاد، فرقه اهل السنه والجماعه الفرقه الناجيه، وهذا يلزم ان يكون الانسان تابعا لجماعه معينه مثل جماعه الاخوان او انصار السنه او نحو ذلك. نقول لا، هذا الانسان الذي على المنهج هو من اهل السنه ومن يعني السلفيين وان لم ينتمي للجماعه، ولا يعني ذلك انه يسع الناس ان لا يعملوا ما امرهم الله به من التعاون على البر والتقوى لنصره الدين واقامه الواجبات الشرعيه الضائعه، فان هذا امر واجب. وكون الانسان يتعاون على البر والتقوى في ظل عمل طائفه من المسلمين تريد إقامة الواجبات الشرعية، هذا من ضمن ما هو من منهج أهل السنة والجماعة. لكن قد يكون الإنسان في مكان أو في زمن ليس فيه من يعينه على البر والتقوى أو يتعاون معه على البر والتقوى، فهو من أهل السنة وسلفي وإن لم ينتمي إلى الجماعة. ثم السلفيون ليس عندهم بيعة لأمير معين، بحيث أنهم من لم يكن في عنقه هذه البيعة كان خارجا عن السلفية. لذلك يؤكد كثير من الناس أن هذا الأمر يفترق بين يعني تفترق السلفية عن الجماعات الأخرى، ولكن لا يعني ذلك أن الجماعة محرمة أو أن الجماعة بدعة أو الجماعة حتى ممكن نقول أنها يباح تركها. لا، ده أحيانا الجماعة تكون واجبة. كل عمل من الواجبات الشرعية لا يتم إلا بالاجتماع عليه، وأمكن الاجتماع عليه فلم يقم به الناس فتركوه أثموا بذلك. لو أن العدو نزل ببلاد المسلمين لا يمكن أن يقاتله أحد، أفغانستان مثلا، كون الناس لا يستطيعون دفع العدو أحدا إن لم يجتمعوا لم يدفعوه. نقول أثموا إن لم يجتمعوا على إمارة واحدة وعلى قيادة واحدة. والأحوال تختلف، هناك بعض الصور قد تتم بدرجة أقل من الفروض الكفاية، مثلا تكفين الموتى، ممكن يتم هذا الأمر من غير إمارة، صح، ولكن لابد أن يتمموه. الدعوة إلى الله عز وجل يمكن أن تتم بصور مختلفة، ولكن كلما اجتمع الناس على الطاعة كلما قدروا على ما يعجز عنه الكثيرون. ولذلك العمل الجماعي مشروع بلا شك بين واجب ومستحب، بين واجب ومستحب، وليس أن من خرج عن ذلك يكون مبتدعا أو ضالا أو خارجا عن الجماعة أو خارجا عن منهج أهل السنة. نقول من خرج عن ذلك قد ترك واجبا. يعني ممكن واحد يبقى عنده معصية وهو من أهل السنة، وهو هل نحن نجزم بعصمة أهل السنة؟ الجواب هل نحن نجزم بعصمة كل واحد من أهل السنة؟ لا، واحد ما عملش الواجب عليه، إن هو لم يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى، هل ذلك يخرجه عن كونه من أهل السنة مجملا؟ نقول لا، بل هذا إثم، وعقيدته وعمله في الجملة يمكن أن يكون على السلفية. فهذا معنى من يقول السلفية ليست جماعة. لكن الحقيقة أنه يجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى، وإن لم يكن عندنا بيعة وإن لم يكن عندنا إمارة بالمعنى الذي عند الجماعات الأخرى، لكن عندنا أننا نرجع إلى أهل العلم فيما ينزل من المهمات والملمات، وأن كل أهل محلة يرجعون إلى عالمهم أو أمثل طالب علم عندهم يستطيع أن يرعى مصالحهم، أو يستطيع، أو إذا لم يتم الأمر بواحد يتم الأمر بمجموع
من طلاب العلم أو من الدعاء يرجع الناس إليهم عندما تنزل بهم نازلة. لا بد من أن يوجد يعني من يرجع الناس إليه. لا، البيعة لا نقول أنها محرمة، ولكن نحن نتركها من أجل عدة أمور. أن البيعة هذه ليست بيعة على الإمامة، لأن البيعة على الإمامة تقتضي شوكة وقوة، وهذه غير حاصلة لجماعة الدعوة، وبالتالي فكثير من الناس يحصل لديه خلط في هذا، يظن أن البيعة التي يعطيها للجماعة هي البيعة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فيحصل خلط بين البيعة على الطاعات والبيعة بالمعنى السياسي. فيجوز أن أبايعك على أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هذا مشروع. يبايع قائد الجيش أصحابه على ألا يفروا، مشروع مستحب، ولكن ليست هذه بيعة على الإمامة. البيعة على الإمامة لابد فيها من قوة وشوكة يترتب عليها إنفاذ الإمامة ووجود صورة الإمامة والقيادة. الخلط بين الأمرين يؤدي إلى خلل عند الناس، حتى ربما ظن البعض بسبب حمل هذه على هذه أن من ترك جماعة بعينها، حتى بتوع التكفير مثلا أو الجماعات الجهادية، اللي يخرج عن الجماعة يقتلوه. لماذا؟ لأنه إيه؟ نكث البيعة، وبعضهم يكفروا وبعضهم يقول ده ناكث للبيعة مفارق للجماعة يجوز قتله والعياذ بالله، والبعض يجعله يموت ميتة جاهلية. فهذا خطر كبير، يستعمل نصوص الشرع في غير موضعها. لذلك آثرنا ألا نستعمل هذا الأمر، خاصة أنه ليس بلازم لإقامة الواجبات. الناس يلزمهم أن يرجعوا إلى أهل العلم منهم سواء بايعوهم أو لم يبايعوهم. عندما تنزل النوازل بالأمة إلى من يكون المرجع، لابد أن يرجعوا إلى أهل العلم، لابد أن يرجعوا إلى أهل العلم. فهذا الأمر، وأن يصدروا عن رأيهم وما يقولونه. فإذا كان الأمر كذلك لم تؤثر البيعة على الطاعات شيئا في هذا الباب. فالحاجة إذن في إقامة التعاون على البر والتقوى الأمر به قائم حتى ولو لم توجد بيعة. وورود البيعة يؤدي إلى شبهات عند الناس واختلاط الأمر، فضلا عن المفاسد التي قد تحصل بسبب ذلك من يعني مضايقات وتضييقات وأذية للمسلمين إذا علموا أن عندهم نوع من البيعة. فهذا الأمر مع مفاسده ومع تحقق المصالح بدونه ومع الشبه التي تختلط، قلنا أن البيعة الأولى أن لا نستعملها. ليس معنى ذلك أنها محرمة، ولكن نحن في ظروفنا لا نستعملها ولا نحتاجها. وعندما يتضح الأمر كما ذكرت لك، يمكن أن يبايع الإنسان على إيه؟ على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فهذه البيعة ليست إلا تأكيدا لما أوجبه الشرع، ولذلك لا تسمى محرمة. الخلط بين أنواع البيعات محرم كما ذكرت. اللي هيقول إن اللي ينكث البيعة أو اللي ينقض البيعة يترك الجماعة يبقى كافر، ده مبتدع. والذي يقول أن كل من ترك بيعة جماعتنا فإنه يموت ميتة جاهلية أيضا على خلاف الحق. فلذلك نقول هناك فرق بين هذه الأمور. من أجل ذلك تركنا أمر البيعة واكتفينا بأمر الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.